السلام عليكم ليديز يوتيوبر، معكم خوكم الجيريان زندا كالعادة. تحياتي الخالصة لكل جزائري محض يحب البلد تاعو ويحيي البلد تاعو بكل روح رياضية من غير شاغب ولا هدر نفوس، باسكو لأنه الأمر خرج عن طاقة السياسيين، هم شعللوها بس وسابوا الأمر للمشجعين. على فكرة الجزائريين اللي مسافرين للسودان مسافرين بشحنة مش ماتش كورة، لأنه في صحفي مصري محييه قال إنه الجزائريين اللي راحوا مصر غير الجزائريين اللي جايين للسودان، واقترح إنه الماتش يتلعب من غير جمهور. اقول له انا انه المشكله مش في الماتش يتلعب بالجمهور ولا من غير جمهور، لانه الجمهور حيلاقي نفسه هو في السودان اصلا. المصريين لما يقولوا السودان وما يدخلوش الملعب حيروحوا فين؟ حيبقوا برا الملعب، والجزائريين لما ما يدخلوش حيتلاقوا برا الملعب، يعني حترجع حتى تصبح ساحه حرب، معركه، من بغض النظر عن. والفريق المصري والفريق الجزائري تلاقيهم امبارح متعشيين سوا في الهوتيل والله، واحنا بنغلف دمنا كده. نقول للاخوه الجزائريين يا رب يهدي النفوس، باسكو الامر خرج صح عن الطاقه تاع السياسيين. واحد المراه قالت انه ما فيش قوه راح تحبس الشعب الجزائري. قال لك حتى هيئة الأمم المتحدة ولا الجيش تاعو ما يقدرش يحبسهم، وده شيء طبيعي. الشعب شاف انه شعبه تحقر لما راح لمصر، تهان. النشيد الوطني تاعو اللي لحنته مصر صفروا عليه. والله العظيم شيء مؤسف، اقسم بالله غير شيء مؤسف. يعني وش نقول لكم خوتي، ربي يهدينا إن شاء الله يا ربي. لأنه الأم الجزائرية اللي راحت للمطار للميناء الجوي الجزائري وحملة صورة ابنها وتسأل كل واحد دخل من مصر، هل شفتوا ابني؟ هل شفتوه في مصر؟ هو جاي أنهي طيارة هو نازل فيها؟ مسكينة تسقسي. فعلا راح تكون أم مصرية تاني تستنى في المطار حملة صورة ابنها ولا مش عارف يعني جوزها ولا أخوها، وتسقسي إذا شافوه تسأل لو شافوه في السودان. يعني شيء مؤسف إنه العرب وصلوا. والغريب في الأمر أنه الصحافة الفرنسية بتتسلى بالأمر، والصحافة الإسرائيلية كذلك. يقولوا أنه الغريب في الأمر أنهم يتكلموا لغة واحدة ودينهم دين واحد. هذا هو الغريب في الأمر، أنه كيفاش ما توصلوش إلى حل سلمي. يعني حل سلمي يعني ماتش رياضة. والله العظيم غير شيء مؤسف. لأنه مبارح اتصل بي واحد أخ من أمريكا، أخ مصري اسمه محمد من ديترويت ميشيغان، متشرف به بزاف 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 بزاف. يعني تمنيت لو كان كل المصريين هكا. والله العظيم اتمنى ان شاء الله يوم الماتش يضرب زلزال، فريق ما يتأهل. الفيفا تقول لك بلاش مش عايزة الفرقتين الاثنين باش واحد ما يتهنى. لانه في حقيقة الامر لو كان الجزائر تتأهل ولا مصر تتأهل وش راح نقنيو ثم باش تمس سيادة وطنية، ومن بعد تيك تروح تلعب كأس العالم. اش راح تلعبها وانت مهني؟ قول لي. إن شاء الله المصريين اللي في الجزائر يكونوا بخير. والله يعني الشعب الجزائري مش شعب بربري زي ما يقولوا بعض المصريين، يقولوا يا ابناء فرنسا. احنا بنهدي النفوس ما بنشعللهاش، لأنه تشعلين أسهل حاجة. والجزائري وريله برك، قول له في حرب وسيبه. أسهل حاجة عند الجزائري هو وش اسمه يبدأ الحرب. يعني عرفوا كيش تربحوهم
ما تكونوش أغبياء. والسلام عليكم.